بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب أيامكم تكون أفضل من العيد. هنعمل مع بعض فيديو سهل جدا عن طريقة عمل الفراخ المشوية في الصينية بكل سهولة واحترافية. اعمليها لأول يوم رمضان. أنا اشتريت امبارح فرختين ب600 جنيه والله العظيم للغدا، وندمت طبعا ان انا دفعت ال 600 جنيه بحالهم في غدوة واحدة في يوم واحد، وقررت اعمل مع حضراتكم الفراخ المشوية في البيت في الصينية بكل سهولة وتوفير فلوس ونظافة. وان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير. نبدأ. جبنا الفرخة بتاعتنا الجميلة العسل كده، وغسلتها 3-4 مرات بالخل والملح والليمون والدقيق، ونقعتهم كمان حوالي، نقعت الفرخه حوالي ساعه كامله. بقول لكم ان انا غسلتها 3 مرات وخليتها زي الفل، وميتها كانت زي الفل زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا انا نقعتها بالخل والليمون والحاجات اللي قلت لكم كلها لمده ساعه كامله. جبت حوالي كيلو وربع من البصل، ومعايا بهارات، في ملح فلفل كمون بابريكا. دي التوابل بتاعتنا، هوريكم بعد كده هناخد الكميات بتاعتها ازاي. ومعايا حوالي نص راس توم او راس الا ربع توم. معايا البصل اهوت، جبته قشرته وغسلته. طبعا بقى زي الفل زي ما حضراتكم شفتوا. معايا 5 بصلات، 5 بطاطس بغسلهم وأقشرهم. ممكن حضرتك تزودي البطاطس والكميات بتاعة المقادير كلها حسب الفراخ اللي عند حضرتك، لو حضرتك عاملة فرختين أو 3. ده التوم اهوت قشرته. التوم ده هستعمله على مرتين 2 على جزئين. جبت بصلايه صغيره، بصلتين صغيرين اهمت، دول هفرمهم في الكبه. البصلتين دول من كميه البصل اللي انا وريتها لكم من شويه. ومعايا 4 كمان فصوص من التوم، دول هفرمهم في الكبه. هنعمهم جدا جدا جدا، وهنشوف هنستخدمهم في ايه دلوقتي. وهحط عليهم معلقه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو متنسينيش باللايك. وهحط كمان معلقه صغيره مليانه من الكزبره المطحونه، دي بتخلي الطعم روعه. ودي بابريكا، هحط ربع معلقه صغيره من البابريكا. خلي كل الحاجات دي اساسيه معاكي. ودي جوزة الطيب طبعا زي ما حضراتكم شايفين، دي بلحه جوزة الطيب. طبعا مش هحطها كده، انا فرمتها اهوت بالمبشره. وهحط ربع معلقه صغيره من جوزة الطيب، وببدأ ان انا ادعكم كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين اهوت، علشان كل المكونات اللي انا حطيتها مع البصل تتجانس مع بعضها وتشرب من بعضها التتبيله كلها. هبدأ ان انا اجيب كيس زي ما حضراتكم شايفين، اي كيس نضيف عندي، واحطها في التلاجة. احط الخلطه بتاعتي اللي هي فيها البصل والثوم والتوابل في التلاجة مدة نص ساعة على ما اقطع البصل. طبعا البصل بقى الكمية اللي فاضلة دي هقطعها تقطيع كبير، مش هحطها في الكبة، مش هفرمها. هخرط البصل تخريط كبير بالسكينة علشان يستحمل معانا. التقطيع الكبيرة دي هتستحمل التسوية لما نحطها معانا في الصينية مع الفراخ. علشان البصلة، ايوه بوريكم التقطيعة دي، التقطيعة الكبيرة اللي بقول لحضرتك عليها. وكمان حاسب السكينة على ايدك علشان ما يحصلش اي مكروه. بجيب الفرخة العسل اهي بتاعتنا اللي غسلتها ونقعتها وبقت زي الفل، وهقطعها 4 قطع. حضرتك ممكن تقطعي القطع اللي انت عايزاها حسب الافراد. ممكن تقطعي 6 قطع 8 قطع حسب الافراد اللي حضرتك عاوزاهم، او الافراد الموجودين في الاسره. انا فصلت الوركين الاول لوحدهم زي ما حضراتكم شايفين اهوت. طبعا انا مسرعه الفيديو جدا علشان خاطر حضراتكم ما تزهقوش، وعشان النت كمان غالي زي ما احنا عارفين.
وبدأت افصل الجناحين كمان. حاسبي السكينة حبيبة قلبي على ايديكي. طبعا انا لابسه الكيس، لازم الكيس يا ولاد علشان خاطر مرض السالمونيلا اللي بيجي من اللحوم والفراخ والكبد والقوانص والحاجات ديت. وفصلت كمان السدرين زي ما حضراتكم شايفين كده. انا اسفه مش لابسه كيس، انا لابسه جوانتي. دي حته من الرقبه اهوت. انا بوريك ازاي بتفصليها. لو حضرتك مش عارفه تعملي كده قولي للفرارجي يقطع لك الفرخه 4 قطع عذرا 4 قطع وانتي بتجيبيها منه، وبعدين اغسليها وخليها زي الفل بعد كده لما تروحي البيت. طبعا انا نقعتها تاني، غسلت الفرخه تاني بعد التقطيع وميتها زي الفل زي ما حضراتكم شايفين. قشطه اهي، عسل اهي. القلوب الجميله دي لحضراتكم مني لكم، تعبر عن حبي ليكم. زي ما حضراتكم شايفين اهوت. انا كمان جبت المصفى وصفيتهم. طيب فاكرين التتبيله اللي عملناها من شويه؟ نبدا نتبل الفرخه كويس جدا جدا. دي الوراك اهي، بدات اتبلها من تحت الجلد ومن جوه الجلد اهوت. بجيب التتبيله بتاعتها طبعا مغسوله وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه وحشه ولا اي ريم ولا اي زملقه. وبتبل الوراك بتاعتي من على الجلد ومن تحت الجلد. وهسيب التتبيله دي حوالي ساعه كامله في التلاجة. برضو هغطيهم بكيس، احطهم في طبق بقى من المصفى، هحطهم في طبق واحطهم حوالي ساعه كامله في التلاجة يتشربوا من بعض. عملت الصدور ونفس ده الورك التاني تبلته نفس الشكل. بوريكم التتبيله. وكمان الكبدايه هتبلها بنفس الشكل، والقناصه ما سيبش اي حاجه ما تبلهاش يعني. لو وصلتي معايا لحد هنا عايزه دعوه حلوه لماما رحاب وتعليق حلو زي حضرتك يشجعني ويخليني اعمل فيديوهات كمان. طبعا تبلنا القناصه كمان والجناحين. قطعت البصل كله تقطيع كبير اهو زي ما وريت لحضرتك، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. دي طبعا الخلطه دي فضلت معايا مش هرميها طبعا. نزلت بباقي الخلطه على البصل المتقطع كبير معايا، هيدي نكهه وطعم جميل جدا للبصل بتاعي طبعا مع باقي التوابل. طبعا بقيه التوم اللي كان عندي اهوت فرمته. باقي كميه التوم قطعتها بالسكينه. عايز تفرميها في الكبه فرميها مفيش مشكله، بس انا الكهرباء كانت بيتهيألي قطعت عندي. احط معلقه صغيره مليانه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وما تنسيش تحطي جوزة الطيب، وديت نص معلقه صغيره بابريكا. وبخلط كويس جدا. طبعا انا حطيت نص معلقه صغيره من جوزة الطيب، لكن هي ما اتصورتش هنا او المقطع ما طلعش مع حضراتكم، اسفه. طبعا بقطع البطاطس بقى تقطيعه كبيره. ما تنسيش تحطي جوزة الطيب، هي اللي هتخلي الريحه جميله جدا 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 مع حضرتك. حاسبي السكينه يا ست الكل زي ما بقول لحضرتك. التقطيعه كبيره هتكون زي كده علشان هنحطها في قاع البطاطس دي، هنحطها في قاع الصينيه علشان تستحمل معانا. طبعا بعد ما تبلت البطاطس بتاعتي البصل بتاعي كويس بكل الخليط والبهارات، نزلت كمان بالبطاطس علشان يتشربوا كلهم من بعضهم. البطاطس زي ما قلنا هنعملها قطع كبيره السمك. بصوا حبايب قلبي، حطيت معلقه من الزبده في الطاسه وشلت كل التتبيله اللي كانت موجوده فوق الوراك من بصل ومن توم علشان خاطر ما تتحرقش معايا في قلب الطاسه. انا طبعا بعمل كده ليه؟ طبعا النار عاليه جدا، بسيبهم ياخدوا صدمه. الوراك دي تاخد صدمه وتاخد لون علشان لما احطها في الصينيه على طول تستوي معايا، وتكون محتفظه بالميه بتاعتها جواها. احتفاظها بميتها دي بيخليها تستوي بسرعه وتحتفظ بالتوابل اللي احنا حطيناها في قلبها. يبقى الصدمه دي ضروريه اللي احنا حطيناها. الصدمه يعني ايه؟ يعني بعلي الطاسه جدا على معلقه الزبده وشويه وربع كوبايه من الزيت. يبقى عندي معلقه زبده وربع كوبايه من الزيت. عليت النار عليهم جامد جدا ورحت حاطه فيها الوركين. وبعدين لما خدوا وش من فوق ومن تحت شلتهم. ودي كمان الصدور شلت من عليها التتبيله اللي عليها بصل وتوم لضمان عدم الحرق بتاع البصل والثوم. وزودت كمان نص معلقه من الزبده وكمان 3 4 5 معالق من الزيت. واديت كمان صدمه كويسه جدا للصدور بتاعتي في قلب الطاسه.
بتك عليها كده علشان تتحمر كويس معايا زي ما قلنا، وبرجع بقى بقلبهم على الوش التاني. شوفوا جميله جدا جميله جدا. ما تنسونيش باللايك الحلو لو وصلتوا معايا لحد هنا، وتعليق جميل زي حضراتكم او دعوه كويسه من حضراتكم تنفعني في دنيتي واخرتي. ببدا بقى طبعا اشيل الصدور بتاعتي بعد ما شلت قبل كده الوراك زي ما حضراتكم شايفين اهو. جميله 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 تحفه. اوعوا تاكلوها وهي نيه. طبعا بكمل بحط برضو حبه من الزبده صغيرين على حبه من الزيت، وبنزل بقى بالكبدايه والقناصايه والجناحين وقطعه الرقبه اللي عندي. لازم كله ياخد صدمه في الطاسه العاليه، لان الصدمه دي يا حبايبي زي ما قلت لكم بتخلي اللحوم اللي عندي او الفراخ بتحتفظ بالميه بتاعتها جواها، وبتحتفظ بالتتبيله اللي احنا تبلناها فيها مده ساعه، ويبقى طعمها رائع جدا عند التسويه، وكمان بتستوي معانا بسرعه. طبعا خدهم وش اهمت زي ما حضراتكم شايفين. بقلب وبديهم الوش التاني وبتك عليهم زي ما حضراتكم شايفين كده علشان يتحمروا بسرعه معايا. ادخلوا شوفوا الفيديو اللي قبل ده كان جميل جدا بتاع الكبده والقناصه، هيعجبكم. طبعا انا هنا بعتذر كانت الكهرباء قطعت، وطبعا انا بقى بدات اصور الباقي على البوتاجاز لانه ناحيه الشباك بتاعي اللي بيدخل لي نور. دي الكميه بتاعتي طلعت زي الفل اهي يا حبايبي. احلى لايك بقى من حضراتكم. لو حضرتك معايا جديده في القناه برحب بحضرتك، شرفتيني. بجيب صينيه النضيفه بتاعتي زي الفل اهي، وبنزل فيها بمعلقه نص معلقه كبيره من الزبده، او ممكن من السمنه وممكن من الزيت حسب المتوفر عند حضرتك. انا بصراحه حطيت هنا زبده. ببدا انزل بالبصل بتاعي وبفرد البطاطس. طبعا بحط البطاطس تحت علشان خاطر تستحمل السوى وتستوي بسرعه، ما تبقاش الفراخ استوت وهي لسه. يبقى بحط طبقه من البصل وطبقه من البطاطس، وبعدين بنزل بباقي الكميه بتاعتي من الفراخ. حطي الصدور والوراك في النص علشان زي ما احنا عارفين ان بتبقى الصينيه متركز النار بتاعتها في النص، وحطي بقى بقيه الحاجات التانية. وبعدين بنزل تاني بطبقه من البصل فوق الفراخ بتاعتي. كده جاهزه معايا بقت زي الفل تمام اهيت. بحط الفراخ الصينيه بتاعتي جوه الفرن في الرف الاوسط على اعلى درجه حراره لمده ساعه، وببص عليها كل شويه. لو لقيتها محتاجه شويه من الميه بحط لها ربع كوبايه من الميه، وممكن تغطيها وهي في الفرن كمان لان احنا خلاص حمرناها. وخلي بالك منها لحسن تتحرق منك، لازم تبص عليها كل ربع ساعه لو لقيتها محتاجه ميه. وطلعت زي الفل اهي، واشوفكم على خير، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.